رمضان على الأبواب، على ذاك حبيت نحضر معاكم خبز مبسس. تبعوني. حطيت مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، ومن بعد زدت عليهم شوية ماء دافي، خلطتهم وغطيتهم خليتهم يتفاعلوا مع بعضهم. بعد حطيت ياغورتة طبيعية، اللي ما عندوش ياغورت طبيعي نجم يحط حليب عادي. 4 مغارف كبار زيت زيتونة، كيلة فرينة أو كيلة سميد، حطيت 400 جرام 400 جرام. بعد مغرفة صغيرة ملح، مغرفة كركم وشوية سينوج، وقعدت عرقت شوية بداية. وبعد حطيت بالماكينة. العجينة لازم تكون طرية شوية مش شادة روحها. بعد ما خمر قصيت العجينة متاعي على 5 قطع كما هكا تشوف، كعبرتهم وحطيتهم على جنب وغطيتهم شوية بالمنديل، وبديت نخدم فيهم بالكعبة بالكعبة. الكعبورة الأولى قسمتها على 3، وبعدين عملتها ضفيرة. طريقة سهلة مهلة ماهيش صعيبة. هذا بالنسبة للشكل الأول. الشكل الثاني خذ الكعبورة الثانية عملتها بالطول، وبعد عملت على شكل حلزوني. الشكل الثالث خديت الكعبورة قسمتها على 4، سامحوني على 5، وكعبرت كل واحدة ولصقتهم في بعضهم على شكل وردة. هذا الشكل المتعارف به في رمضان. ما شاء الله. هذم بعد ما خمروا لازم تحطهم يخمروا قبل ما تحطهم في الفور، وتدهنهم بفص عظمة وشوية حليب وترشهم باللي تحب، سينوج، جرجلين. هذه اخر خبزة خدمتها معاكم، زينتها بالطريقة هذه. تنجموا تزيدوا من فوق شوية جبن، شوية زيتون وبصل، وتولي خبزة بالزيتون والبصل. تتخدم بنفس الطريقة، طريقة سهلة مهلة ما هيش صعيبة. وكيف كيف دهنتها بالفوق بشوية فص عظمة مخفى بشوية حليب، رشيت عليها شوية سينوج من فوق. ما نحكي لكم شعر ريحة ما شاء الله، ريحة فيها وبنينة، والخبز يعمل الكيف، خفيف وهشوش. جربوا الروسيت وقولوا لي، وكان تحبوا تشجعوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت. وإن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم بخير.